باختصار، الحياة التي لا تستطيع تغييرها استمتع بها بهذه البساطة. نعم، بهذه البساطة. يا ابن آدم، إن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك. يا مساء الخير، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه بقى في الجو الحلو ده؟ اليومين دول الجو حلو جدا والشمس طالعه، فنستغل بقى اليومين دول اللي وراه حاجه يقوم كده يعملها. فانا النهارده جايلكم بروتين جديد وفيديو جديد، يا رب يعجبكم. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسيش لو لسه مش مشتركه في القناه تشتركي فيها، وكمان تفعلي زر الجرس علشان عيلتنا الصغيره دي تكبر ونبقى كده اخوات مع بعض. ويلا بينا نبتدي الروتين بتاعنا النهارده. انا دايما على طول بعمل لكم روتين كده صباحي. معظم الروتينات بتاعتي بتبقى الصبح، فقلت بقى اشجعكم كده ونعمل روتين مسائي. انا حابه معاد الصراحه، او من الاوقات اللي بحبها جدا في التنظيف ان انا اعمل الحاجه بالليل. يعني دايما بحب شغل بالليل. في ناس كتير طبعا ضد ده، وفي ناس تقولك لا، الصبح كده الواحد يقوم يعمل اللي وراه وكده. بس انا الصراحه بالنسبه لي شغل البيت بالليل احسن حاجه، او بحبها اكتر حاجه. بس ده طبعا ما يمنعش ان شغل بالنهار بيبقى منجز قوي في الوقت. بس انا الصراحه يعني هقول لكم بحب ان انا اعمل شغل البيت بالليل. ليه؟ لان بحس ان انا بعمل كل حاجه في مزاج وجو هادي. انما بالنهار بيبقى بقى اللي عاوز يتغدى، اللي عليه دروس، واللي علينا مذاكرة، بيبقى في كذا حاجة وراكي غير تنظيف البيت. فبتحسي ان انت ماشية كده تجري حوالين نفسك، بقى بتعملي هدوم عاوزة تتغسل، مثلا في مذاكرة، في اي حاجة، بتحسي ان انت بتجري كده، يعني مش عارفة تخلصي اللي وراكي. لكن بالليل بابقى بقى خلاص بقى، يعني المطبخ معاه بيبقى نضيف، وطبعًا بنبقى اتغدينا والمواعين مغسولة وخلّصنا مذاكرتنا، فبيبقى قاعدة بقى ما فيش ورايا أي حاجة غير الجزء اللي أنا هانضّفه بس. فأنا قُلت بقى أشجّعكم معايا كده في الروتين ده. يعني أنا كنت قاعدة كده الصراحة مش على بالي إن أنا أنضّف ولا حاجة، قُلت تاني يوم أعمل التنضيفة دي. فقُلت لأ، أتشجّع بقى كده معاكم ونقوم ننضّف الصالة. أنا طبعًا كنت عاملة معاكم فيديو في اللي هي الأوضة الكبيرة وأوضة الأطفال، فكان كل حاجة معايا نضيفة ما عدا الصالة عندي كان فيها شوية تراب. فقُلت أتشجّع بقى كده معاكم ونقوم ننضّفها سوا. أنا أول حاجة عملتها كده عشان ما نتوهش من بعض، عملت الرُكنة. يعني جِبت كده شوية مسحوق يعني يدّي ريحة حلوة، أي مسحوق عندِك، وقُلت إن أنا يعني أعملها كده على الناشف، الرُكنة نفسها، بحيث إن هي تبقى برضه لو فيها أي بُقع أو فيها حاجة تروح، ويبقى ريحتها حلوة، وبرضه التراب لو عليها أي تراب يروح. فبما إنها برضه يعني جلد وكده، فقُلت إن أنا أمشّي برضه إيدي فيها كده على الجلد بفُرشة أو أي حاجة أشيل منها أي تراب. فنضّفتها كويس، وبعد كده بقى رجّعت طبعًا المخدات بتاعتها تاني، وضبّطت الدنيا. وأهم حاجة عندي قبل ما باعمل أي تنضيف زي ما أنتم شايفين، لازم أفتح الشاشة عندي على أي حاجة، أو لازم يكون في حاجة عندي حتى لو تليفون تكون شغّالة وأنا باعمل شغل البيت، بتسلّيني جدًا. وباحس إن أنا بانجز كده في الوقت، بيبقى في حاجة مسلياني بدل ما أنتِ قاعدة بقى تنضفي كده في يعني والدنيا هادية. لأ، باحب إن أنا أشغّل حاجة. فالقناة دي حلوة أوي اللي هي 5 Kids، باشغّلها وبابدأ بقى إن أنا أخلّص كده اللي ورايا. المهم عملت الشباك كده على السريع، لإن زي ما قُلت لكم ده روتين مسائي، والجو طبعًا كان ليل، والجو بالليل بيبقى برد شوية. فأنا يعني فتحته بس كده ساعة وبعد كده قفلته تاني، لإن أنا برضه نضّفت يعني كنت عاوزة الرُكنة تنشف معايا، وكمان مسحت الصالة، فكنت محتاجة إن الشباك يتفتح. لكن الشباك مشّيت إيدي كده في فُرشة وكان نضيف وزي الفل. المهم بقى شِلت برضه باسكت الزبالة برضه، قُلت إن أنا أشيل منّه أي حاجة وأحُط كيسة نضيفة، عشان برضه كل حاجة معايا تكون نضيفة. وزي ما قُلت لكم ده أهم حاجة عندي في أي مكان بانضّفه، لازم أحُط باسكت علشان أي حد في إيده أي حاجة ما يحطّهاش بقى في أي مكان، وأنتِ تمشي كده تقعدي تلمّي من هنا ومن هنا وهتلاقي الدنيا ما بتخلصش. لكن لو في باسكت في مثلًا في الأوض، في الصالة، في المطبخ، دايمًا هتلاقي إيدِك رايحة عليه وبتحطّي الحاجة عليه. فلمّيت بقى الباسكت، وكمان جِبت بقى شِلت السجادة، وقُلت بقى اللحظة أنا باحب الصراحة حتى لو الجو برد باحب أنا أمسح السيراميك جدًا بأي مسحوق ريحته حلوة، وأي معطّر يعني بيفضل الريحة الحلوة تفضل في الشقة شوية كتار. الحركة دي باحبها بتشجّعني جدًا.
بس أنا يعني عارفة اللي هي الفرحة ما بتكملش كده، أنا الجزء عندي اللي بيتشال الجزء ده بس، ده اللي باقدر إن أنا أشيل السجادة بتاعته، لكن الجزء التاني عليه طبعًا البار والبار تقيل جدًا، فأنا ما باقدرش إن أنا أشيله، فبس بامسح كده حوالين السجادة. فأنا عشان طبعًا أحس كده بنضافة، فباشيل الجزء ده ومسحته كويس برضه كده بموب سريعة كده وخلاص. هنا بقى رجّعت طبعًا السجادة مكانها، ورجّعت الترابيزة، والمفرش ده عايزة أوريه لكم، مفرش شارياه جديد وحلو جدًا فرو، بس أنا يعني قلقانة شوية من ناحية الغسيل، فمش عارفة لمّا أغسله يعني هيبقى حلو معايا في غسيله والّا لأ. المهم بقى قُلت أغيّر كده يعني الجزء ده، وحطيت المفرش الفرو ده، وحطيت فازة الأول كده فيها ورد، عرّفوني يعني نقول أحلى، بس حسيت إن هي كبيرة كده على المكان، فأنا شِلتها وحطيت بس اللي هي البونبونيرة بتاعة الشوكولاتة اللي هي الإزاز دي، ووردة جنبها بس بسيطة. حسيت كده إن هي هادية وحلوة في المكان، يعني ما يبقاش برضه المكان مزحوم كده حاجات كتير، فبرضه عرّفوني الأحلى الفازة اللي هي بورد والّا أحط دي زي ما هي. المهم بقى رشيت بقى المُعطِّر نضّفت الجزء ده زي ما قُلت لكم كويس، أنا لمّا يعني بابدأ بحاجة ما باطلعش منها غير لمّا أخلّص، فقُلت أخلّص بقى الجزء ده كُلّه وبعد كده أدخل بقى على الجزء التاني اللي هو بتاع البار. أنا في الجزء ده ما عنديش حاجة يعني بتحتاج إن هي تتنضّف كويس غير جزء البار والنيش، فالنيش كده عملته على السريع، والبار برضه قُلت إن أنا أشيل من عليه أي تراب، لإن أنا كنت جايبة برضه مفرش كده للبار. فعايزاكم تقولوا لي رأيكم، يعني أنا باحب التغيير حتى لو المفرش الأولاني أحلى، بس أنا دايمًا باحب إن أنا أغيّر الصراحة في البيت. باحس الحاجة لمّا بتفضل وقت طويل يعني باتضايق منها كده، وباحس خلاص بقى إن أنا اتخنقت منها، فبابقى حابة إن أنا أغيّرها، حتى لو عملت مثلًا مفرش تاني وبعد وقت جيت فرشتها، باحس إن كإنِّك لسه شارياها جديد. فأنا دايمًا باحب الحاجة يعني أغيّر كده في المكان وباغيّر في الحاجة. المهم جِبت بقى ده للبار، جِبته 3 قطع، لإن البار عندي كبير جدًا، ف فأنا قُلت يعني أجيبه 3 قطع علشان أحُط كل جزء كده عليه حاجة، فحطيت بقى الطقم اللي هو ال3 مع بعض دول، ضبّطت الدنيا وحطيت الشجرة الخضرا دي برضه تكسر اللون شوية، فعرّفوني يعني برضه شكله حلو على البار والّا لأ. أنا حاسة إن اللون يعني عامل أوي لإن البار عندي لونه أسود، فحاسة إن هو لونه زاهي أوي، مش عارفة ده بقى الإحساس ده واصلني والّا لأ، بس زي ما قُلت لكم يعني من باب التغيير يدّي للمكان شكله حلو. المهم بقى خلّصت الجزء ده وكمان مسحت الجزامة على السريع ومسحت كمان النيش، وقُلت بقى أكنس كده الأرض بسرعة، لإن السجادة دي عندي مش بتتشال. نِفْسي بقى على العيد إن شاء الله أجيب حافظات اللي هي يعني أقيس المكان بالضبط، بحيث إن أنا مش عايزة أحُط خشب على الحافظات عندي، يعني عايزة أجيب حافظتين يعني يكونوا على قد المكان بالضبط، فإن شاء الله كده على العيد أجيب لي 2 حلوين أحطّهم في الصالة. المهم بقى مسحت طبعًا كمان جنب السجادة اللي هو السيراميك اللي بيبقى باين، ودخلت بقى زي ما قُلت لكم كان النشاط واخدني ده ممكن كان الساعة 00:00. الجو هادي بقى وما فيش الهيصة بتاعة النهار دي، والدنيا عاتمة زي ما أنتم شايفين، فأنا وأنا بانضّف في الشقة كنت مشغّلة الغسالة، فكان الدور اللي بيطلع يعني سِبته في السَبَت فوق بعضه كده، وبعد كده بقى دخلت زي ما قُلت لكم الجو كان هادي، خدت الهدوم دي كلّها ونشرتها وخلّصت كل اللي ورايا. وكمان جهّزت الغدا بتاع تاني يوم، كان عندي فرخة بلدي كده صغيّرة، حشيتها بقى ببصل وفلفل أسود وتبّلتها كويس جدًا، دخّلتها بقى التلاجة لتاني يوم، وهنا وصلنا لآخر الفيديو بتاعنا، مع السلامة.